ريال مدريد لا يشبع من الألقاب، ريال مدريد لديه جوع غير طبيعي للألقاب. ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبي بفوزه على أتلانتا الإيطالي بهدفين دون رد. ريال مدريد يدخل في الموسم من دون مقدمات. ريال مدريد يؤكد أنه أفضل فريق في تاريخ كرة القدم. قبل شهرين ونصف فقط فاز ريال مدريد باللقب الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا، بعدها بشهرين ونصف يفوز بالدوري أو بكأس السوبر الأوروبية. ريال مدريد ينفرد بالرقم القياسي في عدد الفوز بهذه أو التتويج بهذه الكأس 6 مرات، ليفك الشراكة مع نادي برشلونة ومع نادي أيضا ميلان. ريال مدريد اليوم أبان عن وجه قوي جدا أمام أتلانتا. صحيح الشوط الأول ربما لم نشاهد فيه الكثير، ولكن خلال الشوط الثاني ظهرت الروح الحقيقية وظهر ريال مدريد الحقيقي الذي نعرفه جميعا، والذي ربما أرسل رسالات أو رسائل كثيرة لمنافسيه بأنه قادم خلال الموسم الحالي من أجل حصد الأخضر واليابس في موسم قد يكون للتاريخ بقيادة كيليان مبابي الذي سجل أول أهدافه اليوم مع نادي ريال مدريد، وربما اكتشف ما الذي يعنيه اللاعب لنادي ريال مدريد. مبروك لكارلو أنشيلوتي ولأشباله، مبروك لجميع جماهير ريال مدريد على هذا اللقب الجديد والمستحق الذي يؤكد مرة أخرى أن ريال مدريد نادي مختلف تماما عن الأندية الأخرى.